احتمال كبير أنتم أو واحد تعرفونه ياخذ ملتي فيتامين أو مكملات كل يوم وتحسون إن هذا الشي صحيح، صح؟ تحسون إن حبة واحدة صغيرة ممكن تعزز طاقتكم، تقوي مناعتكم، وتسد كل النقص من نظامكم الغذائي. بس شنو لو قلت لكم أغلب الناس اللي ياخذون ملتي فيتامين أو مكملات بالحقيقة ما يحتاجوها، ومرات ممكن تضر أكثر مما تفيد. خلنا نشوف سوية اليوم شنو العلم والبحوث تقول فعلا، وهل هالحبة اليومية دا تساعد صحتكم أو بس دا تشترونها خالي ببلاش. مرحبا، معاكم دكتورة بتول، طبيبة طب عام من ملبورن أستراليا، واليوم راح نتكلم عن الفيتامينات أو المكملات، منو المفروض ياخذها، منو ما يحتاجها، وشلون ممكن استخدامها بطريقة غلط تقدر تضر صحتكم. شنو هي المولتي فيتامينز؟ هي مكملات غذائية تحتوي خلطات من فيتامينات ومعادن مثل A، C، D، حديد، مغنيسيوم، زنك وغيرها، كلها بحبة أو كبسولة وحدة، ينباعون على أساس إنهم الحل السحري للطاقة، مقاومة التوتر، دعم المناعة، وتحسين البشرة والشعر والأظافر. بس خلي نتكلم عن الواقع. الدراسة الكبيرة مثل وحدة من US Preventive Science Task Force بينت إن المولتي فيتامينات ما تقلل من خطر الأمراض المزمنة مثل القلب، السرطان والجلطات. وجامعة هارفارد هم تأكد إن ممكن تعرض النقص أحيانا، بس ما تعوض أبد عن أكل صحي ومتوازن. فإذا نظامك الغذائي به فواكه، خضروات، حبوب كاملة وبروتين، المولتي فيتامين مو دا يفيد صحتك. لابد وانكم سامعين كم نقطة او كم معلومات عن المولتي فيتامين، وخلنا نتكلم عنها. اول نقطة، المولتي فيتامين تعطي طاقة، بس الحقيقة اذا عندك نقص بالحديد او B12 مثلا، واذا ماكو عندك اي نقص ماكو فرق، طاقتك نفسها. النقطة الثانية، تمنع الزكام وتقوي المناعة. الحقيقة هي أغلب الدراسات ما بينت فائدة حقيقية عند الناس الصحاح. مثلا مراجعة علمية سنة 2013 كانت إن فيتامين سي ممكن يقصر مدة الزكام شوي بس ما يمنعه. النقطة الثالثة، الزيادة من الفيتامينات يطلع من الجسم وما يضر. الحقيقة هاي صحيحة، بس الفيتامينات اللي تذوب بالمي مثل فيتامين سي وبي، بس الفيتامينات اللي تذوب بالدهون مثل A D E K تبقى بالجسم وتقدر توصل مستويات خطيرة. مثلا كثرة فيتامين A ممكن تضر الكبد، تسبب صداع، وحتى تزيد من احتمال هشاشة العظام. طيب منو اللي فعلا يحتاج يأخذ مكملات؟ المكملات مو غلط، بس إذا استخدمناها كانت بطريقة صحيحة. إذا مثلا إذا أنت نباتي ممكن يكون عندك نقص B12 أو الحديد أو الزنك أو أوميجا 3. إذا كنتي حامل تحتاجين فوليك أسيد، حديد، حتى الجنين ينمو بصحة حلوة جيدة. إذا عندك مشاكل بالامتصاص مثل مرض الكرونز، الجسم ما راح يقدر يمتص، وفلهذا من الغذاء. كبار السن مرات عندهم نقص بفيتامين دي وبي 12 ونقص الفيتامين دي. بهالحالات المكملات مو اختياري ولكن ضرورية، بس لازم تكون مبنية على تحاليل، وإذا عندك أعراض ومتابعة طبية، مو بس ترندات انستغرام. طيب شنو الحل؟ الحل حاولوا تأكلون أكل طبيعي متنوع، لأن الأكل يحتوي فيتامينات وألياف ومضادات أكسدة ومركبات طبيعية المكملات ما تقدر تعوضوها. وإذا تحسون تعب أو دوخة روحوا للطبيب وسووا تحاليل، مو لازم تأخذون كل المكملات. أشوفكم بالفيديو القادم.